يوم 15 يناير 2023 الساعة 10:57 32 ثانية صباحا بتوقيت نيبال، تحطمت طيارة خطوط ييتي رحلة رقم NYT 691 جنب مطار بخارى الدولي الجديد، كانت جاية من كاتماندو. عايز تعرف ايه القصة وايه اللي وقع الطيارة دي؟ انا جايب لكم التقرير الرسمي الاولي من حكومة نيبال عن الحادثة دي. كمل الحلقة للآخر، ما تنساش تدعمنا باللايك والشير، طبعا تشترك في القناة للي لسه ما اشتركش. طيب نبص في التقرير ده كده واحدة واحدة عشان نقدر نفهم فيه ايه. هو تقرير مبدئي عملته لجنة تحقيق الحوادث بوزارة الثقافة والسياحة والطيران لحكومة نيبال. صدر يوم 13 فبراير 2023 ومكون من 13 صفحة. هنركز هنا على الأجزاء المهمة وناخد بالنا ده مجرد تقرير أولي، يعني ممكن بعد كده جدا في حاجات تانية تطلع في التقرير النهائي. الطيارة بتاعة الحادثة كانت طيارة من طراز ATR 72 212 A500، حروف التسجيل بتاعتها 92-ANC، شغالة على خط كاتماندو بخارى، أو من مطار VNKT لمطار VNPR. أول حاجة لفتت نظري إن الرحلة VFR. تعالوا نبص كده مع بعض. بصوا الرحلة VFR يعني طيران مرئي، وده مش المعتاد في الرحلات اللي هي الجوية، بس نظرا إن دي رحلة قصيرة فممكن. طيب قصيرة قد إيه؟ تعالوا نشوفها كده في سكاي فيكتور. بصوا كده، ده المطار اللي هو اللي الطيارة طالعة منه، اللي هو VNKT. ماشي، هنا اهو. وده اللي نازلة منه. خد بالك ان المطار ده اللي نازلة فيه ده جديد، هو في المنطقة دي كده ومش موجود لسه على الخرائط. خدوا بالكم من المعلومة دي على جنب، هنعوزها. المسافة قد ايه؟ ادي 50 ميل و29 ميل، يعني المسافة 79 ميل بحري بين المطارين، يعني حوالي 147 كيلو. دي مسافة قريبة جدا، قريبة قوي يعني بالنسبة للطيارات. الطقم ده كانت دي تالت رحلة ليه بين المطارين دول في نفس اليوم. الطقم بتاع الطيارة دي 2 طيارين و2 ضيافة. طبعا احنا هنركز هنا على الطقم اللي هو بتاع الطيارين. الاتنين الطيارين مهمة واحد منهم ان هو يبقى بايلوت فلاينج، هو اللي طيار الطيارة، والتاني يبقى بايلوت مونيتورنج. والاتنين يعملوا تعرف على المنطقة، طرق الاقتراب المختلفة من المطار الجديد ده اللي هم نازلين فيه، لأن هو لسه جديد، كان مفتوح بقاله يا دوبك 15 يوم. معلومة على جنب كده لسه هقولها لك، إن المطار ده كان اتفتح رسميا قبلها بأسبوعين بس، يعني اتفتح يوم 1/1. خليكم فاكرين المعلومة دي عشان هنعوزها بعدين. الطيار اللي كان بيتعرف على المنطقة هو نفسه البايلوت فلاينج، كان قاعد على الشمال والانستراكتور بتاعه قاعد على اليمين. العادي في الطيارات ان الكابتن هو اللي بيبقى قاعد على الشمال. الاقلاع والطلوع والتسلق وفترة الكروز عدت عادي جدا زي كل المرات. لما ابتدوا يقربوا من المطار واتصلوا اول اتصال بمطار بخارى اللي هو المطار اللي هنا ده، كانوا تقريبا في المنطقة دي. البرج شافهم فيجوال واداهم تصريح بالهبوط على مدرج رقم 30 اللي هو ده. ناخد بالنا ان الارقام بتاعه المدارج دي يعني مش معنى كده ان في 30 رانواي في المطار. 30 دي يعني بتشير لاتجاه المطار مع الشمال. يعني 30 دي لو انت ماشي كده، الشمال لو هو كده زيرو لفوق هيبقى كده 90، تحت 180، شمال 270 وترجع فوق 60. لو دي 300 يعني بينك وبين الشمال 60 درجة، أو عامل 300 درجة مع الشمال. هتضرب رقم الرانواي في 10 يعني 300، ده اتجاهك مع الشمال. العنوية الناحية التانية بالتبعية يعني هتطرح 180 درجة من ده فهيبقى 12. نضربه في 10 ب 120. يبقى لو انت ماشي كده يبقى اتجاهك 120 درجة مع الشمال، يعني الشمال لو زيرو 90 درجة كده و120 درجة الناحية دي. طبعا لو كملت يبقى 180 270 360 أو زيرو، وهكذا. المهم إن هم جايين لما اتصلوا بالمطار المراقبة ادوهم تصريح إن هم ينزلوا في رانواي 30، وهم طلبوا ان هم ينزلوا في رانواي 12. ممكن يكونوا كانوا عاليين سنه، او كانوا سرعتهم عاليه وعايزين يضيعوا شويه وقت، او عشان الريح، لو ان الريح كانت سرعته 3 4 عقده والجو كان كويس. طيب نبدا بقى تسلسل الاحداث. الساعة 10:51 36 10:51 دقيقة 36 ثانية، عند قبل المطار بحوالي 5 ميل، يعني تقريبا في المنطقة دي كده، ابتدت الطيارة تنزل من ارتفاع 6500 قدم، وابتدت تاخد داون ويند اللي هو المنطقة اللي شمال الرنوي دي، شمال المطار، يعني المنطقة اللي هنا دي الخط الأزرق ده. الساعة 10:56 دقيقة و12 ثانية طقم نزل الفلابس ل 15 درجة. الفلابس هو جزء من الجناح بينزل لتحت عشان يخلي الرفع بتاع الطيارة يبقى أحسن شوية في السرعات البطيئة. بصوا يا شباب، الجزء اللي بيتحرك في الجناح اللي قدامكم دلوقتي ده الفلابس. معظم الطيارات فيها فلابسات بتشتغل بالطريقه دي، في حاجات فيها فلابس من قدام كمان، بس دلوقتي خلينا في الفلابس اللي ورا. الهدف منه ان هو لما ينزل كده يزود الكيرفتشر بتاعه الجناح، فيزود الليفت.
الساعة 10:56 27 ثانية، طيار فصل الطيار الآلي عند ارتفاع 721 قدم فوق سطح الأرض. الطيار اللي طاير طلب من الطيار التاني إن هو يحط فلابس 30، والتاني رد فلابس 30 ونازلين. اتفقنا يعني إيه فلابس؟ بالك إن هما تقريبا هنا كانوا في المنطقة دي كده اللي هو على يمين الرنوي شوية. المشكلة بقى في الموضوع ده إن الصندوق الأسود مسجلش أي تحرك للفلابس، سجل تحرك للمراوح في الوضع الرأسي اللي هو فيدرت. انا شرحت لك الفلابس هي ايه، هنشوف دلوقتي ايه اللخبطه جت منين. طب الكلام اللي احنا قلناه ده معناه ايه؟ تعالوا نبص كده. الليفر اللي هي بتحرك الفلابس اللي هي الليفر البيضاء اللي على اليمين دي، شايفين هنا مكتوب 15 و30، كانت 15 والتيار المفروض ان هو ينزلها ل 30. غالبا اللي حصل ان هو مش باصص، حط ايده بدل ما يمسك دي نزلها ل 30، دي كانت جنبها هنا في وضع اوتو وراح منزلها في وضع فيذر. فيذر يعني زاوية الريشة بتاعة المروحة هتبقى تقريبا عاملة 90 درجة. برضه هوريك يعني. تعالى بص معايا كده. بص كده، شايف المروحة في اللو بيتش او اللي هو الزاوية المنخفضة، اللي هو الجزء ده بيستخدم في التيك اوف وفي اللاندنج. الجزء اللي هو بتاع الهاي بيتش ده مش على الاخر، بس يعني حوالي من 30 ل 40 درجة بيبقى في الكروز، عشان المروحة لما تلف تمشي الطيارة اسرع وسرعة الموتور تبقى اقل. الوضع بتاع فول فيذر 90 درجه ده اللي هو زي ما انت شايف كده، مروحه الموتور ما بيقدرش يلفها اصلا. الموتور ما يقدرش يلفها اصلا، هي كده. الوضع ده معمول عشان لو المكنه قطعت ما تعملش دراج، تحط اللي هو المروحه في الوضع الفول فيذر، فما تبقاش عامله مقاومه جامده على الموتور اللي شغال. دي هتبقى في الموتور اللي مش شغال ومعموله فيذر. بس طبعا لما يبقى الاثنين اتحطوا في وضع فيذر، يعني المكانتين ما بيطلعوش باور، اكن المكانتين قطعوا بالظبط. المهم زي ما شفنا دلوقتي اللخبطه جت منين. المهم في حاجه مهمه، ان الصندوق الاسود ما بيسجلش لو سرعه المروحه قلت عن 25%، ما بيسجلش سرعه المروحه. سرعة المروحة أقصى حاجة 1200 لفة في الدقيقة، يعني 25% بتاعتها 300 لفة في الدقيقة. ما بيسجلش لو سرعتها أقل من 300 لفة في الدقيقة، لأن معنى الكلام ده إن، أو ما بيسجلش حاجة خاصة بسرعة المروحة، يعني معنى كده إن هي سرعتها أقل من 300. ده طبعا قليل جدا بالنسبة لطيارة بالحجم ده. الطاقم عمل التشيك ليست بتاعت قبل النزول. أنا مندهش برضو إزاي ما خدوش بالهم من الأخطاء اللي قبل كده. مهم ان الصندوق الاسود الخاص بالصوت سجل صوت انذار وزاويه الروافع بتاعه الخانق اللي هي التحكم في المحرك. تعالى كده برضك نشوفها مع بعض. بص اللي هما الاثنين دول اللي هو زي بنزين العربيه كده، كل ما تقدمه لقدام كل ما الصوت بتاع او يعني سرعه الموتور تعلى. بس المشكله هنا ان انت اكنك دايس على البنزين والفرامل في نفس الوقت في عربيه، فهو ده بالظبط اللي بيحصل. مهما قدمتهم لقدام المراوح هتوقفه. الصندوق الاسود مسجل ان الزاويه بتاعه روافع الثروتل زادت من 41% ل 44%. في الوقت ده سرعه المراوح اتسجلت في الصندوق الاسود على اساس انها ان سي بي، نون كومبيوتد داتا، او بيانات غير محسوبه. وعزم المحرك زيرو. كل بيانات صندوق الاسود الخاصه بالمحركات في الفتره اللي قبل دي لغايه هنا وبعد كده كمان المحركات كلها مفيش فيها اي مشكله. المشكله كلها كانت ان المراوح محطوطه في وضع فاتح. الساعه 10:56 صوت التنبيه بالارتفاع قايل 500. كانت الطياره على ارتفاع 500 قدم عن سطح الارض. الصندوق الاسود مسجل ميل الطياره 30 درجه شمال. الطاقم قرر ان هو يكمل الدوران بس ما يكملش النزول عشان هو بعد شويه عن المطار. يعني هم في الحته دي كده ابتدوا ان هم يلفوا شمال ويكملوا الدوران، بس ما ينزلوش لان لسه المسافه عندهم المسافه دي كلها وارتفاعهم قليل، اقل من 700 قدم. العادي انك تبقى هنا على 1500. ارتفاعهم قليل فمش عايزين ينزلوا اكتر من كده. الطيار اقترح على الطيار اللي طاير ان هو يزود سرعه المحركات شويه. سمعنا صوت تكه ما نعرفش هو ايه، والفلابس نزلت ل 30 درجه. اللي انا مستغرب له ازاي الطيار ما خدش باله ان الفلابس نزلت 30 درجه مرتين. المره الاولانيه لما نزلها 30 درجه، وبعد كده لما نزلها 30 درجه تاني نزلت معاه. ناخد بالنا ان برضو المراوح لسه في وضع الفجر. اول ما خدوا التصريح بالهبوط، الطيار اللي طاير قال ان المحركات مش مطلعه باور، عمال يزود والمحركات مش مطلعه باور. 10 الساعه 10:57 دقيقه 11 ثانيه روافع التحكم في المحرك اتحركت ل 62 درجه لقدام، وبعدين لغايه الاخر. الطياره كانت في اللفه الاخيره اللي هي بعدها هيبقوا شايفين الرنواي وارتفاعهم على الارض 368 قدم، اللي هي المنطقه دي. الساعة 10:57 دقيقة 18 ثانية الطيار اللي طاير ادى الطيارة الانستراكتور لأنه أقدم منه عشان يتصرف. الانستراكتور قرر تاني إن المحركات مش مطلعة باور. الطيارة على ارتفاع 311 قدم
وفي ستيك شيكر شغال. الستيك شيكر دوت ان هو لما الطياره تبقى خلاص سرعتها قلت جدا لدرجه الهواء مش شايلها، ده نوع من الانذار، بيبقى الستيك اللي في ايد الطيار بتفضل تتهز عشان تديله انذار. الطياره عملت ميل حاد ناحيه الشمال، وصوت عداد الارتفاع بيقول 200. الساعة 10:57 دقيقة 32 ثانية صوت الخبط في الأرض. الساعة 10:57 دقيقة 33 ثانية الصندوق الأسود بتاع الصوت بطل يسجل، اللي هو الكوكبيت فويس ريكوردر. الساعة 10:57 دقيقة 35 ثانية الصندوق الأسود بتاع الداتا أو فلايت داتا ريكوردر بطل تسجيل. طبعا حادثة مؤسفة، 72 شخص راحوا فيها، 4 طاقم و68 راكب. طيب ايه الظروف الجويه اللي كانت موجوده؟ الجو كان كويس، الرؤيه 7 كيلو، سرعه الريح من 3 4 عقده، سحب قليله وارتفاعها 3000 قدم، درجه حراره 14، ضغط الجوي 10 15. دي ظروف مثاليه جدا للطيران، مش هتطلب احسن من كده يعني. طب ايه التوصيات والحاجات اللي هيتم الشغل عليها في التحقيق الموسع بعد كده؟ اولا ايه الظروف اللي خلت المرحلتين يبقوا في الوضع فيدر في وقت واحد؟ المفروض ان في حاجه بتمنع ان هما الاثنين يبقوا فيدر في وقت واحد، ان هما ما بيبقوش فيدر في وقت واحد الا بعد ما تطفي الطياره خالص عشان توقف المحرك. تاني حاجة بقى العامل البشري، يعني هل الطيارين كانوا نايمين كويس؟ هل كانوا شغالين أكتر من اللازم؟ هل كانوا صاحيين بدري جدا؟ إيه أخبارهم في التدريب؟ وإيه خبراتهم السابقة؟ ده جزء بتاع الهيومن فاكتور. تاني حاجة كمان إن في هاي ورك لود، لأن المطار جديد. مطار جديد ما هوش موجود في الخرائط، خدنا بالنا إن هو ما هوش موجود في سكاي فيكتور، ما هوش موجود حتى في السيميوليتور. في مطار تاني قريب منه وقديم الناس واخدة عليه. الخرائط الوحيدة اللي موجودة خرائط المطار، مش فيها الخرائط المطار نفسه، مش الطرق اللي مودية للمطار. بصوا كده، ده الاي بي اي بتاع حكومة نيبال اللي هو نازل فيه المطار. شايفين يا دوبك الخريطة بتاعة اللي اوت بتاع المطار، مش اكتر من كده، مفيش لا خرائط اس اي دي ولا ستار. بص على علامة الاي، حط لك لينك بتاعة الشرح السيد والستار، والخريطة بتاعة العوائق اللي حوالين المطار، اللي هي الجبال اللي حواليه دي او المية والكلام ده كله، وبس مفيش اكتر من كده. وناخد بالنا ان في مطار تاني قريب منه في الحتة دي. برضو حاجة تانية ان هم يحاولوا يحسنوا الفيجوال ابروتش، ونقدر نعرف فين، ويبقى في خرائط فيها علامات ارضية واضحة عشان يبقى الفيجوال ابروتش اللي هو بيعملوه الطيارين واضح، خصوصا ان في عمليات طيران ناشونال وانترناشونال بتحصل في وقت واحد في المطار الجديد. دي كلها حاجات هنشوفها بعدين. طيب انتوا لو وصلتوا لغايه هنا يبقى الفيديو عجبك، ما تنسوش بقى ان انتوا تعملوا لنا لايك وشير، لو ما اشتركش في القناه يشترك في القناه. صدقوني الفيديوهات دي بنتعب فيها جدا عشان تتعمل، فدعمكم للقناه بالاشتراك وباللايك والشير بيفرق معانا جامد. اشكركم على المشاهده.